السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في جربتها قبلك. اليوم حضرت لكم وصفة دافية ومريحة، شوربة عدس أحمر بطريقتي ومعها مملحات ذهبية تذوب في الفم. جربتها قبلك ونتيجتها أكثر من رائعة. تعالوا معايا شوفوا طريقة التحضير خطوة بخطوة. نبدأ بمكونات العجينة. لدينا كوب حليب دافئ، ربع كوب شاي زيت، ملعقة كبيرة سكر، ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية، ونصف ملعقة صغيرة ملح، وكوبين إلى كوبين ونصف من الفارينة. طريقة التحضير: في وعاء نخلط الحليب الدافئ مع الزيت والسكر والملح والخميرة، ثم نضيف الدقيق تدريجيا حتى نتحصل على عجينة طرية وغير لاصقة. بعد ذلك نغطيها ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها. طريقة التحضير: في قدر نضع ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقتين من الزيت. بعد ذلك نضيف البصل حتى يذبل، نضيف الثوم المفروم، ثم نضيف الجزر والبطاطا ونقلب قليلا. الآن التوابل: نضع رشة من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة من الزنجبيل، ونصف ملعقة من الكركم. بعد ذلك نضيف الطماطم المصبرة ونحرك حتى تتجانس المكونات، ثم نضيف العدس الأحمر. الآن نحضر كوب من الماء نضع فيه حبة من الجامبو. بعد ذلك نضعه في القدر ونتركه يطهى على نار متوسطة حتى يلين العدس تماما، حوالي 20 دقيقة. بعدما اختمرت العجينة، الآن نقوم بتقسيمها إلى 8 كرات، ونضع فوق كل كرة القليل من الزبدة، ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق. الآن نأخذ كرتين، نقوم بفتحها قليلا ونضع واحدة فوق الأخرى. بعد ذلك نفردهما معا بشكل مستطيل. الآن نأخذ جوانب العجينة ونقوم بغلقها بهذا الشكل. بعد ذلك نقسمها إلى 3 قطع. ثم نضع الحشو والجبن المبشور اختياري ونلفها رول. ثم نتركها ترتاح 30 دقيقة قبل الطهي. كانت هذه هي وصفتنا لليوم، شوربة عدس ومملحات دافئة من جربتها قبلك. جربوها وشاركوني رايكم، وإن شاء الله تعجبكم مثل ما عجبتني. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الوصفات جربتها قبلك. إلى اللقاء في وصفة جديدة من جربتها قبلك. دمتم في رعاية الله وحفظه.